السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم رضا ومحبة من الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير على متابعين الغاليين على قلبي، وحشتوني جدا جدا من آخر حكاية حكيناها مع بعض، وكلنا عارفين إن البيوت أسرار، وإن ورا كل باب 100 حكاية وحكاية. وأنا جاية لكم النهاردة بقصة جديدة وحصلت أحداثها بالفعل. بس قبل ما نحكي حكايتنا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان كل ما نحكي حكاية جديدة يوصل لكم إشعار مني على طول. ويلا بينا نحكي حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي مفيدة وعمري 26 سنة، من اسرة على قد حالها، وعايشة مع بابا وماما واخواتي حامد واميرة. وحكايتي بدأت من 5 سنين بالظبط، لما رحت عيد ميلاد بسملة صاحبتي، وكنت واقفة في بيتها في الصالة وبقدم لها هدية عيد ميلادها، وبقول لها كل سنة وانت طيبة يا بسملة، اتفضلي يا حبيبتي هديتك. يا حبيبتي يا مفيدة، ليه بس تعبتي نفسك؟ هو انا عزمتك يعني عشان تجيبي لي هدية؟ ومين اللي قال الكلام ده بس يا بسملة؟ دي هدية صغيرة ومش من مقامك ابدا. وفجأة لقيت شاب من ضمن المعازيم قرب مني وقال: ايه ده يا بسملة، مش المفروض تعرفينا بضيوفك ولا ايه؟ وبسملة اللي بصت لي وبصت لمجد اخوها وقالت وهي بتضحك: ومن امتى بقى يا استاذ مجدي بتهتم بضيوفي؟ لما يكون عندك ضيوف حلوين كده لازم طبعا اهتم. وانا اللي اتكسفت جدا واتضايقت وقلت: طيب يا بسملة، كل سنة وانت طيبة، انا لازم امشي دلوقتي بعد اذنك. جرى ايه يا انسة؟ هو انت زعلتي مني ولا ايه؟ ما تتضايقيش يا مفيدة، ده مجد اخويا، معلش، هو كده طول عمره بيحب الهزار ويهزر معايا. بتاع ايه بقى ان شاء الله؟ هو يعرفني منين عشان يهزر معايا؟ وكمان انا نظيفة في بيته، مش بنت بيقابلها في الشارع عشان يعكسها. ومجد اللي قعد يضحك ويقول: ياه، ده انت طلعت حمائية قوي كده ليه؟ ما تكبريش قوي الموضوع ده، يعني الموضوع مش مستاهل. انا كده يا سيدي وطبعي كده، وانت مالك انت؟ وانا اللي اتضايقت جدا وخدت بعضي ومشيت من العيد ميلاد. وبسملة اللي قالت لمجدي: كده برضو يا مجدي اللي انت عملته ده ما يصحش ابدا تكسفني قدام صاحبتي. سيبك من الكلام الفارغ ده كله يا بسملة، واحكي لي صاحبتك دي مين بالظبط؟ ده انا اول مرة اشوفها. وبسملة اللي قعدت تحكي لمجدي عليا، وفي أقل من أسبوع كان مجدي وأمه وأبوه وأخوه إبراهيم وبابا وماما وحامد أخويا اللي كانوا قاعدين مع الضيوف، وحماية اللي قال: إحنا عايزين الجواز يتم بعد شهرين إن شاء الله. إزاي يعني الكلام ده يا حاج؟ إحنا لسه ما جهزناش أي حاجة. وماله، ابقوا جهزوا في الشهرين اللي إحنا هنحددهم دول. معلش يعني يا ست ام مجدي، انتي عارفة ان الجهاز غالي اوي اليومين دول، وانا راجل على قد حالي، وشهرين فترة قليلة اوي عشان اقدر اجهز بنتي. خلاص يا عمي ما تشيلش اي هم، انا كده كده هتجوز انا ومفيدة واخدها واسافر بعد شهر، وممكن اجر شقة مفروشة الشهر ده، وبعد كده هنسافر على طول، وحضرتك ممكن تجهز براحتك لحد ما نرجع من السفر. اذا كان كده يا مجدي يا ابني انا ما عنديش مانع. وفي الوقت ده لقيت حماتي اللي اتعصبت جدا ووقفت قدامنا وحطت ايديها في وسطها وقالت: ايه الكلام اللي يفور الدم ده بقى ان شاء الله يا مجدي؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. هو في حد يا عالم بيتجوز الاول وبعد كده يجهز؟ هو بعد العيد بيتفتك كحك برضه؟ ليه بس الكلام ده يا ماما؟ ما احنا كده كده مش هنستعمل الجهاز ده غير شهر واحد، وبعد كده هنسافر. حتى لو هتتجوز يوم واحد، انا ابني ما يتجوزش غير لما شقته تبقى كاملة مكملة من مجاميعه. وانا في الوقت ده كنت واقفة مع اميرة اختي بعيد، واتضايقت جدا من كلام حماتي وبابا وماما اللي اتضايقوا كمان، وماما اللي ردت على حماتي وقالت: خلاص يا ام مجدي، عايزة جهاز كامل يبقوا تصبروا علينا شوية، احنا بصراحة كده بقى معناش نجهز في شهرين.
وماله يا عينيا، العرايس على قفا من يشيل. يلا يا ابو مجدي، ملناش نصيب معاهم. استني بس يا ماما الله يخليكي، الحكاية ما بتتاخدش قفش كده، الكلام اخد وعطا برضه. عطا الله يرحمه من زمان، واحنا اخدنا عزاه من اسبوعين. ماما بعد اذن حضرتك يا ريت تهدي شوية، لازم تعرفي ان انا متمسك بمفيدة وعايزة اتجوزها. جرالك ايه يا واد انت؟ ما تسترجل كده وتنشف، يعني اللي خلقها ما خلقش غيرها. وحماية اللي كان قاعد في نص هدومه من حماتي، لكن ابويا اللي اتعصب جدا وقال: في ايه يا ست ام مجدي؟ هو انت جايه تخطبي البت ولا جايه تتخانقي معانا؟ معلش يا ابو مفيدة، حقك عليا، انا مسحة فيا والله يا ناس، انا محرج منكم جدا. شوفي يا اختي الراجل بيقول ايه. يا راجل دول عايزين يجهزوا بنتهم بعد ما يجوزوها، ده كلام يتعقل برضو يا ناس. ومين اللي قال الكلام ده يا ست ام مجدي؟ احنا بنقول عايزين وقت نجهز فيه بنتنا، ولا هي الحكاية خبط ولزق كده على طول؟ معلش يا طنط حقك عليا، ماما ما تقصدش اي حاجة، هي بس عصبية حبتين. وحماتي لله بوزها وقالت: لا والله. بتقول لها يا طنط هو من اولها هتعوج بقك كده عليها وتقول يا طنط وما طنطش؟ يا جماعة قصر الكلام عشان وجع القلب، ادونا مهلة لمدة اسبوع اشوف ظروفي وارد عليكم. وحماتي اللي ما صدقت ان بابا اللي قال كلمته وردت وقالت: طيب طالما كده بقى ملهاش لازمة القعدة، يلا بينا نمشي يا ولاد. وفعلا مجدي واهله مشيوا من عندنا، وانا اللي دخلت على الصالة انا واميرة اختي، وبابا اللي بصلي وقال لي: يا ساتر يا رب، الست دي صعبة جدا. لا مستحيل يا حاج تكون دي حمات بنتي، دي هتوريها النجوم في عز الظهر. النجوم بس يا ماما، دي هتخليها تشوف النجوم والشمس والقمر والمجموعة الفلكية على بعضها. انت بتتريقي يا أميرة؟ هو ده وقت خفة دمك برضو؟ والله يا بنتي أميرة عندها حق، أنا شايفة بلاش منها الجوازة دي. وحامد أخويا اللي بص لماما وقال لها: بس أنا من رأيي يا ماما، مجدي شاب كويس وعريس لقطة، وهياخدها ويسافر على طول، يعني مش هتعيش مع حماتها خالص، والأهم من ده كله إنه هو متمسك بمفيدة أختي. وبابا اللي قرب مني وأخدني في حضنه وقال لي: وانتي يا مفيدة يا بنتي ايه رأيك؟ أنا شايفة يعني يا بابا إن كلام حامد أخويا صح، وفي الآخر يعني الرأي رأي حضرتك. خلاص يا بنتي على خيرة الله، أنا من بكرة هقدم على كارد عشان أجيب جهازك كله. وحامد أخويا اللي قرب مني وأخدني في حضنه وقال لي: وأنا كمان يا بابا هعمل كارد تبع الشغل بتاعي، واللي فيه الخير ربنا يقدمه بإذن الله. وفي الوقت ده مجدي وأهله كلهم روحوا على البيت، وقعد يزعق مع حماتي وقال لها: ليه كسفتيني قدامهم يا ماما؟ ده أنا كنت واقف قدامهم ورقبت زي السمسمة. يعني الحق عليا أنا يا مجدي إن أنا خايفة عليك، دول ناس طمعانين فيك ومش عايزين يجهزوا بنتهم ولا يجيبوا لها قشاية. يا ست ابنك راضي، انت ايه اللي مضايقك بس في الحكاية دي؟ يا ريت تسكت انت يا راجل انت وما تتكلمش بولا كلمة، انت مش فاهم اي حاجة، ولا انت يا اخويا عايز تأكل ابنك ليهم؟ بقولك يا ماما انا عارف انت بتعملي كل ده ليه، بس انا هجيبلك كده من الاخر، انا عمري ما هتجوز بنت اختك ابدا، حتى لو كانت اخر واحدة في الدنيا، تمام؟ شوفي الواد، وانت يا موكوس يا ابن الموكوسة تطول تتجوز جميلة؟ دي اسم على مسمى حتى. يا ستي وانا مش عايزة طول، بقولك ايه، جوزيها لابراهيم، مش هو ابنك برضو زي ما انا ابنك وحبيبك كمان اللي بيسمع كلام امه؟ وابراهيم اخوه اللي قرب من حماتي ووطى على ايديها وبسها وقال لها: هو انت بتقول فيها انا تحت امرك يا ست الكل، ومن ايدك دي لايدك دي، ولو انت عايزاني اتجوز جميلة انا راضي اتجوزها يا ستي.
يا حبيبي يا نور عيني، طول عمرك مريحني، قلبي وربي راضيين عليك ليوم الدين. وانا دلوقتي يا ست ماما بقيت الابن العاق، مش كده برضو؟ وحماتي اللي بصت لمجدي من فوق لتحت ومشيت هي وابراهيم، وحماية اللي قرب من مجدي وقال له ما تزعلش نفسك يا ابني، على فكرة مفيدة بنت زي العسل، والحمد لله يا ابني ان انت ما سمعتش كلام امك واتجوزت جميلة. يا ساتر يا رب، ده انا حتى احلى منها بكتير، اصلها طالعة لخالتها. ومجدي وحماية اللي فضلوا يضحكوا مع بعض، ومجدي اللي قاله بس يا بابا وطي صوتك لو سمحت لحسن ماما تسمعك، ووقتها بقى هنقرا عليك الفاتحة. وعدت الأيام على كل اللي حصل ده، وبابا ومجد أخويا عملوا قرض من البنك وجهزوني، واتجوزت في الشقة اللي فوق حماتي على طول. وبعد جوازي بأسبوع واحد لقيت حماتي طلعت لي شقتي ووقفت في الصالة وقالت لي بكل غضب هو في ايه يا ست مفيدة؟ ده انا قاعدة بقالي اسبوع واقول هتجيب الهدية هتجيب الهدية، لكن انتي ولا هنا خالص. وانا اللي بصيت لمجدي بكل استغراب وقلت له اخصى عليك يا مجدي، لما هو عيد ميلاد حماتي ليه ما قلتليش بس؟ اقسم بالله ما اعرف يا مفيدة، وبعدين احنا لسه في شهر مايو وماما عيد ميلادها في شهر اغسطس. لا مش عيد ميلادي يا خفيف الظل انت وهي. امال في ايه بس يا ماما؟ انت عايزة الهدية ليه؟ مش المفروض العروسة الجديدة لازم تجيب هدية قيمة لحماتها وكمان لاخت جوزها؟ هي دي الاصول يا قلب امك. على فكرة بقى يا حماتي، انا اول مرة اعرف الكلام ده، وان شاء الله بقى الهدية اللي انت عايزاها عبارة عن ايه؟ عايزة حاجة من جهازك يا قلب حماتك، على العموم يا ريت ما تفكريش كتير، انا هنقي اللي يعجبني وهاخده وانزل. وفجأة لقيت حماتي سابتنا ودخلت على المطبخ على طول وفضلت تلف فيه، وبعدها لقيتها اخدت الميكروويف بتاعي وقالت هي دي هديتي يا ست مفيدة، وانت بقى وذوقك في هدية بسملة بنتي، ولا اقولك انا هاخد طقم الجرانيت بتاعك ده شكله حلو قوي وهيعجب بسملة بنتي. وانا اللي كنت واقفة قدامها وكنت هطق من الغيظ وببص لمجدي اللي كان واقف مصدوم من عمايل حماتي، وقال لها ماما ما يصحش اللي انت بتعمليه ده جهاز مفيدة. اسكت انت يا واد، انت مش فاهم حاجة، هي دي الاصول، طالما هي طنشت هديتي انا اخدها بايديا. وانا اللي مقدرتش اسكت اكتر من كده ورديت عليها وقلت لها هدية ايه اللي انت بتتكلمي عنها دي يا حماتي؟ هو انت فاكراني جاية من جاردن سيتي ولا حاجة؟ لا يا حماتي، الحاجة دي كلها ده جهازي اللي ابويا جايبهولي بالدين وهيفضل سنين يسدد في تمنها. بقى انت عايزاني اديكي جهازي كده هدية؟ وفي شرع مين بقى ان شاء الله؟ في شرعي انا يا عينيا، ولو فتحت بقك بكلمة تاني هدخل المطبخ واشيله كله باللي فيه. يا ماما عيب اللي انت بتقولي ده، وسيبي حاجة مفيدة وانا هجيبلك زيها واجيبلك اللي انت عايزاه. لا يا مجدي، انا هاخد حاجتها اللي انا نقيتها بايديا، ويا ريت تطلع منها انت احسن، واما والله لقلبي يبقى غضبان عليك ليوم الدين. يعني هي الحكاية عنده وخلاص يا حماتي؟ طيب عندي بعندي بقى يا حماتي، انت مش هتاخدي اي حاجة من جهازي، ايه رأيك بقى؟ لا والله. طيب انا هاخد الحاجة وهنزل بيها ووريني بقى هتعملي معايا ايه. ومجدي اللي كان واقف في وسطينا هو مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي، وصوتي انا وحماتي بقى عالي جدا، وحماية وبسملة وابراهيم اللي لقيتهم داخلين علينا، وحماية اللي قال في ايه يا جماعة، هو انتوا بتزعقوا كده ليه؟ تعالى الحقني يا بابا الله يخليك، انا تعبت معاهم ومبقتش عارف اتصرف معاهم. انا قلت هاخد اللي انا عايزاه، يعني هاخد اللي انا عايزاه غصب عن مراتك. وانا قلت مش هتاخدي اي حاجة من حاجتي يا حماتي، يعني مش هتاخدي اي حاجة. الله، هو في ايه يا جماعة؟ ما تفهمونا، انتوا عاملين زي نائر ونقير كده ليه واحنا واقفين في وسطكم زي الاطرش في الزفة؟
ومجدي اللي حكى لهم على كل اللي حصل، وبسملة اللي قالت خلاص يا ماما ما تعمليش اي مشاكل، انا مش عايزة اي حاجة. لا طبعا يا بسملة، لازم تاخدي حاجة من جهازها زي ماما عايزة بالظبط. وبعدين يعني المفروض يكون عندها شوية ذوق وما تقفش في وش ماما بالطريقة دي. قصدك ايه يا ابراهيم؟ ان انا ما عنديش ذوق؟ مش كده برضو؟ ما تحترم نفسك يا ابراهيم وانت بتتكلم مع مراتي، مش طريقة دي يا اخي. انت لو راجل يا مجدي ما تخليش مراتك تقف قدام امي وتكلمها بالطريقة دي، ويا ريت تكلمها بطريقة احسن من كده. خلاص بقى يا جماعة، انا مش عايز اسمع صوت اي حد فيكم. وانت يا ام مجدي يا ريت تسيبي حاجة مفيدة وتنزلي على تحت. اقسم بالله ما هسيب اي حاجة على جثتي لو سبت الحاجة ونزلت. انتوا فاهمين ولا لا؟ ما انا قلتلك يا ماما سيبي حاجة مفيدة وانا هجيبلك احسن منهم. ابقى هات انت لمراتك يا اخويا، انما انا هاخد دول وهنزل على تحت. وطبعا عشان حماتي ست جبروت محدش قدر عليها، وحماية اللي قرب مني وقال لي معلش يا بنتي خليها عليك انتي وسيبيها تاخد الحاجة وتنزل، وبكرة الصبح مجدي هيجيبلك غيرها واحسن منها كمان. وانا في الوقت ده كنت هولع من حماتي، بس ما كنتش عايزة اكبر الموضوع اكتر من كده، وقلت له خلاص يا حماية انا هصبر بس لحد الصبح، بس اعملوا حسابكم دي اخر واول مرة اتنازل عشان اي حد، تمام؟ وتاني يوم مجدي جاب لي ميكروويف وطقم حلل احلى من اللي كانوا عندي، وفضلنا انا وحماتي في مشاكل كل يوم والتاني لحد ما سافرنا. وطبعا حمدت ربنا ان انا بعدت عن شر حماتي، وعدى على جوازي 6 شهور. وفي بيت حماتي اللي كانت قاعدة مع ابراهيم وقالت له ولا يا ابراهيم، مش انت كنت قلتلي برضو ان انت مستعد تتجوز البت جميلة بنت خالتك؟ ايوه طبعا قلت يا ست الكل، ما انتي عارفة البير وغطاه، انا ولا حلت ابيض ولا حتى اسود، حتى مش معايا شقة اتجوز فيها ولا حتى معايا فلوس للجهاز. مش مهم يا قلب امك، انا هتصرف. انا هقول لمجد اخوك يبعت لك الفلوس اللي تبني بيها شقتك وتشطبها كمان. بس دي هتتكلف فلوس كتير قوي ياما، ومجدي لسه مسافر، تفتكري يعني هيوافق؟ وحماتي اللي قعدت تفكر شوية لكن جات لها فكرة شيطانية وقالت له بقول لك ايه يا واد يا ابراهيم، ما تتجوز في شقة اخوك مجدي، هو مش هيرجع على مصر غير بعد 3 سنين، والشقة هي مقفولة، نبقى نحط بقى العفش بتاعه في اي اوضة ونقفلها، ما الشقة الله اكبر عليها شرحة وبرحة ويرمح فيها الخير. وليه طيب يا ست الكل نحط العفش في اي اوضة؟ مش خسارة يتركن كده من غير اي استعمال؟ الله، قصدك ايه يا واد يا ابراهيم؟ انا مش فاهمة منك اي حاجة. انا قصدي يا ست الكل اتجوز على العفش، يعني العفش هيتاكل منه حتة ولا هينقص منه حتة؟ والبنت مرات اخوك هتسكت يعني لما تعرف ان احنا خدنا شقتها واتجوزت انت على عفشها؟ يعني انت ما شفتهاش قلبت الدنيا ازاي عليا لما اخدت منها الميكروويف؟ وهي هتعرف منين بس يا ماما؟ لما يرجعوا اكون بنيت شقتي وخلصتها كمان وخليتها على سنجة 10، او حتى اقعد معاكم هنا في الشقة فترة اجازة مجدي ومراته. صح يا ولا، عندك حق، كده بقى مش هيبقى فيه اي مشكلة، وخصوصا ان خالتك معهاش تجهز جميلة بنتها، وكده جميلة هتدخل على جهاز مفيدة. بس دلوقتي هيبقى في مشكلة تانية يا ماما، وهو ابويا معقولة هيوافق وبسملة هتوافق؟ افرضي قالت لمجد اخويا ما تخافش يا قلب امك، انا هضمن لك ان هما مش هينطقوا ولا هيقولوا اي حاجة، وهقول لهم ان مجد ابني وافق ان انت تتجوز في شقته، وفي الوقت ده بقى مش هيقدروا يفتحوا بقهم معايا. وفي خلال اسبوع واحد ابراهيم اخو مجدي اتجوز في شقتي وعلى عفشي، وفي الوقت ده
انا كنت قاعدة مع مجدي في اوضتنا وقال لي بكل استغراب: تصدقي يا مفيدة، دي ماما اتصلت بيا وقالت لي ان ابراهيم اخويا اتجوز جميلة بنت خالتي امبارح. اتجوز بالسرعة دي يا مجدي؟ غريبة قوي، وانت ما كنتش تعرف حاجة زي كده؟ لا ابدا يا ستي، ده حتى اتجوز مع ماما في شقتها، وانا مستغرب جدا من السرعة دي بصراحة. عادي يعني يا مجدي، ما فيهاش حاجة، يمكن يكونوا مستعجلين عشان كده اتجوزوا بسرعة. المهم، انت قلت لهم ان انا حامل؟ ابدا والله يا حبيبتي، انا نسيت خالص ان انا اقول لهم، اصلهم فاجئوني بجواز ابراهيم وما قدرتش اقول لهم اي حاجة. وفي الوقت ده عدت شهور وجه ميعاد ولادتي، وانا قلت لمجدي: بقول لك ايه يا مجدي، انا بفكر انزل اولد في مصر، ايه رأيك؟ تمام يا حبيبتي، لو انت عايزة تولدي في مصر ما عنديش اي مشكلة. ومجدي اللي اتصل على حماتي في التليفون وفتح سبيكر التليفون وقال لها: على فكرة يا ماما، مفيدة مراتي هتنزل مصر قبل الولادة. وحماتي اللي اتوترت جدا وخافت ان انا ارجع على مصر وقالت له: تنزل فين يا قلب امك؟ يعني لازم مراتك تولد في مصر؟ ليه ان شاء الله، هو عندكم مفيش ستات بتولد ولا ايه؟ يا ماما، مفيدة عايزة تولد في مصر عشان اهلها يكونوا جنبها ويرعوها وياخدوا بالهم منها. سيبك من الكلام الفاضي ده يا واد انت، ولا هي مصاريف روحة وجاية على الفاضي؟ وبعدين بعد ما تولد هتفضل قاعدة في مصر عشان العيل يشد حيله وتقدر ترجع تسافر لك من تاني. وانت بقى يا قلب امك هتفضل الفترة دي كلها قاعد لوحدك في الغربة يا قلب امك. وانا طبعا كنت سامعة كلام حماتي كله في التليفون، وبعد ما مجدي خلص المكالمة انا قلت لمجدي: لو مش عايز نسافر يا مجدي خلاص مفيش مشكلة يا حبيبي، بس انا عايزة اكون جنبك يا مفيدة وانت بتولدي، واكون اول واحد اشيل ابني على ايديا. خلاص ولا يهمك يا حبيبي، انا مش هسافر وهنفضل قاعدين مع بعض. وعدى على كل اللي حصل ده 4 سنين وما نزلتش ولا مرة فيهم مصر. وعمر ابني اللي بقى عمره 4 سنين لحد ما عرفت ان بابا تعبان قوي، وانا كنت قاعدة مع مجدي وانا قلت له وانا بعيط: مجدي، انا لازم انزل مصر باسرع وقت واشوف بابا واطمن عليه. ومجدي اللي اتخض جدا وقال لي: اهدي كده يا حبيبتي وفهميني في ايه. ماما اتصلت عليا النهارده يا مجدي وقالت لي ان بابا تعبان قوي ونفسه يشوفني. مش احنا اتفقنا مع بعض يا مفيدة ان احنا هننزل اخر السنة؟ لا لا لا، انا مش هقدر استحمل الوقت ده كله، انا خايفة لا يجراله حاجة من غير ما اشوفه يا مجدي. خلاص اهدي يا حبيبتي وبطلي عياط، وانا هشوف موضوع سفرك ده هحله ازاي، واذا كان ينفع انزل معاكي هنزل معاكي. وعدى يومين على كل اللي حصل ده، ومجدي اللي جالي وقعد معايا، وعمر ابني اللي قاعد جنبي وقال لي: للأسف يا مفيدة أنا مش هقدر أخد أجازة، أنت هتعرفي تنزلي مصر لوحدك؟ وفيها إيه يعني يا مجدي، هو أنا هتخطف ولا هتخطف؟ أيوة طبعا هعرف أنزل لوحدي. خلاص يا حبيبتي، بكرة إن شاء الله هحجز لك تذاكر الطيران وأبقى هقول لماما وبابا إن أنت نازلة على مصر. لا لا لا، بالله عليك يا مجدي بلاش تقول لحماتي اي حاجة، كل ما نقول لها هنرجع على مصر تقول لنا بلاش، خليكم قاعدين عندكم، وتخترع لنا الف حكاية وحكاية عشان ما نرجعش على مصر. ماما بتقول لنا كده يا حبيبتي عشان بتحبنا الخير وعايزة مصلحتنا. بتحبنا ده ايه؟ ده احنا بقالنا 5 سنين في الغربة وامك ما فكرتش ولا مرة تقول لنا انزلوا وحشتوني، ولا حتى نفسي اشوف حفيدي، ده بالعكس بتقول لنا اوعوا ترجعوا. ومجدي اللي اتضايق جدا رغم ان هو عارف وواثق ان كلامي كله صح في صح، وقال لي: ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مفيدة؟ يعني هي ماما مش عايزانا نرجع على مصر ليه؟ والله مش عارفة بقى يا مجدي، انا قلت اللي انا حاساه وخلاص. خلاص يا حبيبتي، يا ريت تقفلي على الموضوع ده، وانا كمان مش هقول لماما ان انت نازلة على مصر. ارتحتي كده؟ ومجدي اللي خلص كلامه ومشي من قدامي وهو متضايق. وعدى على كل اللي حصل ده اسبوع كامل، وانا طبعا كنت نزلت مصر واطمنت على بابا اللي صحته اتحسنت جدا اول ما شافني انا وعمر.
وبابا اللي كان راقد على السرير وانا كنت قاعدة جنبه، وماما واقفة جنبي وقالت انا لو كنت اعرف ان انت اول ما تشوف مفيدة بنتك هتبقى كويس كده كنت اتصلت عليها من زمان وقلت لها ان انت تعبان. شكل بابا كده يا ماما بيتدلع علينا عشان يشوف غلاوته عندنا قد ايه. ولا دلع ولا حاجة يا بنتي، بس والله انا حاسس ان روحي رجعت لي من تاني اول ما شفتك يا مفيدة. وأميرة أختي اللي دخلت علينا بعد ما سمعت كلام بابا وقالت شفت كلام بابا اللي ينرفز يا ماما، بقى أنا عاملة لك زي الأراجوز في البيت وفي الآخر تقول لنا روحي رجعت لي من تاني أول ما شفتك يا مفيدة. وكلنا اللي قعدنا نضحك وأنا اللي قلت خلاص يا بابا أنا دلوقتي عرفت أنت كنت تعبان من إيه، أكيد من أميرة أختي اللي كانت عاملة لك على طول إزعاج وصداع في البيت. ربنا ما يحرمني من لمتكم جنبي يا ولادي. صحيح يا أميرة، ما تيجي معايا عشان أشقر على شقتي وننضفها، أكيد هتبقى مطربة لأنها مقفولة بقالها 5 سنين. وتاني يوم رحت أنا وأميرة أختي على شقتي وحاولت أفتح الباب بالمفتاح اللي معايا، لكن استغربت إن المفتاح مش بيفتح أبدا، وقلت إيه ده غريبة دي، هو المفتاح مش راضي يفتح ليه؟ طيب جربي تاني كده يا مفيدة، أكيد معاصلك شوية، ما انتي عارفة باب الشقة مقفول بقاله 5 سنين، وال5 سنين مش شوية يعني. لا يا أميرة الباب مقفول من جوه، المفتاح شغال عادي ومفهوش أي حاجة. وأنا اللي قعدت أخبط على الباب وأرزع، وهنا كانت أكبر صدمة في حياتي لما لقيت جميلة فتحت لي باب شقتي ولابسة بيجامتي كمان، وأنا اللي صرخت في وشها وقلت انت بتعملي ايه هنا يا بنت انت في بيتي وكمان لابسه هدومي، انت مين اصلا؟ وجميله اللي حطت ايديها في وسطها وقعدت تزعق معايا وقالت لي انت اللي مين يا عينيا وبيت مين اللي انت بتتكلمي عنه، هو انت شاربه حاجه يا وليه انتي؟ يا ريت تتكلمي كويس يا ست انتي، ده بيت اختي وشقتها. لا بقى شكلكم انتوا الاتنين نصابين، غوروا يلا من هنا بدل ما اطلب لكم البوليس دلوقتي حالا. لا انا اللي هبلغ البوليس وهوديكي في 60 داهية، اوعي كده يا ست انتي من وشي. وكنت لسه هدخل على شقتي جميلة اللي فضلت تصوت وتقول الحقني يا ابراهيم، حرامية يا ابراهيم، الحق بسرعة بلغ البوليس. وابراهيم اللي خرج جري من جوه واول ما شافني قدامه اتصدم جدا وقال ايه ده مفيدة، هو انت رجعتي امتى من السفر وازاي يعني ترجعي كده من غير ما تقوليلنا؟ ممكن اعرف انت بتعمل ايه يا ابراهيم في شقتي ومين الست اللي واقفة دي؟ وحماتي وحماية اللي طلعوا على الزعيق، وحماتي اللي قالت لي بكل جبروت دي جميلة بنت اختي يا عينيا ومرات ابني اسم الله عليه. تمام تشرفنا يا حماتي، ممكن اعرف بقى ابنك ومراته بيعملوا ايه في شقتي؟ يا ريت ما تقوليش شقتي، دي شقة اخويا وانا اتجوزت فيها حاجة دي؟ وانا اللي لطمت على وشي وبقيت اصرخ في وشهم وبقول يعني ايه؟ يعني انت بقالك 5 سنين عايش في شقتي ومستعمل عفش وجهازي؟ ده انا ما عشتش فيها غير شهر واحد وبس، ده ابويا واخويا فضلوا سنين يسددوا في قرض جهازي عشان انت ومراتك تستعملوه وتقعدوا عليه. وحماية اللي اتصدم جدا من كلامي وقال لي يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مفيدة؟ يعني انت يا بنتي ما كنتيش عارفة ان ابراهيم ابني متجوز في شقتك؟ لا طبعا يا عم معرفش، ازاي هقبل بحاجة زي كده، اقبل براجل غريب يقعد في شقتي وعلى حاجتي؟ وحماية اللي بص لحماتي بكل غيظ اللي اتوترت جدا وقالت له الله جرالك ايه يا راجل بتبصلي كده ليه؟ يعني انت كنت عايزني اسيب شقة زي دي مقفولة ومحدش يستعملها وابني مش لاقي شقة يتجوز فيها؟ بس انت قلتيلي ان مجد ابنك ومراته موافقين ان ابراهيم يتجوز في شقتهم، حصل ولا ما حصلش؟ الله هو في ايه يا بابا انت كمان، هو انا اجرمت يعني ولا اجرمت؟ مش دي برضو شقة اخويا؟ يعني انت يا بابا هتستخسر فيا شقته؟ وانا اللي صرخت في وشه بكل غضب وقلت له لا
دي شقتي انا، والعفش ده جهازي كله، ده حتى البيجامه اللي مراتك لابساها بتاعتي انا. اوعى كده من وشي لما اشوف عملتوا ايه في شقتي. وانا دخلت شقتي وفضلت الف فيها، وكانت الصدمة اللي خلتني منهارة لما لقيت حاجتي كلها متبهدلة. ووقفت في الصالة وبصيت لحماتي وابراهيم وقلت لهم انا عايزة شقتي ترجع زي الاول، احسن اقسم بالله اودكم كلكم في 60 داهية. تودي مين يا عينيا؟ طيب ايه رأيك بقى ان انتي ملكيش حاجة عندنا، ومطرح ما تحطي راسك حطي رجليكي. عندك حق يا ماما، ويلا بقى غوري من هنا احسن مرميكي بايديا في الشارع. هي وصلت الحكاية معاكم لكده؟ ده ايه البجاحة اللي فيكم دي؟ يعني انتوا تنصبوا عليا كده عيني عينك؟ احسبيها زي ما تحسبيها يا حبيبتي، والله بقى اذا كان عاجبك. وحماية اللي دخل علينا وقال اللي انتوا بتعملوه ده بقى انتي عايزة تطرديها انت وابنك من شقتها؟ انتوا عارفين لو مجدي ابني عرف حاجة زي كده هيعمل فيكوا ايه؟ ولا هيقدر يعمل معانا اي حاجة، ولازم يختار يا اما امه يا اما مراته، واكيد ابني حبيبي مش هيخسر امه عشان واحدة زي دي. حلو قوي الكلام ده يا حماتي، انا همشي دلوقتي، بس يا ريت ما تزعلوش من اللي انا هعمله معاكم. والله بقى اعلى ما في خيلك اركبيه، ويلا غوري من هنا. لازم تعرفي يا حبيبتي ان انتي ملكيش اي اشياء في البيت ده كله، البيت ده باسم حماكي، فاهمه ولا لا؟ وانا اللي بصيت لها بكل غيظ، واخدت اميره اختي وسبتهم ومشيت. وحمايه اللي بصلها وقال لها يا وليه يا عقالي، اوعي تنسي ان البيت ده كله بتاع مجد ابنك. لا يا بابا، البيت ده باسمك انت، يعني العمارة دي كلها ورث وهيتقسم علينا كلنا بشرع ربنا. لا طبعا يا ابراهيم، كلكم عارفين كويس قوي ان مجد ابني هو اللي كان بيبعت لي الفلوس وهو مسافر قبل ما يتجوز مراته، وانا اللي بنيت البيت ده كله من فلوس مجد ابني. ايوه طبعا عارفين، بس مفيش حاجة تثبت كل الكلام ده، البيت ده باسمك انت. يعني انت عايز نعمل ايه يا ابراهيم؟ عايز ناكل حق ابني وشقاه وتعبه؟ ياه، ما تهدى على نفسك كده يا راجل، هو احنا هنرمي مجدي في الشارع ولا ايه؟ ما هو معاه فلوس ويقدر يجيب بدل البيت 2 و3، انما ابراهيم ما حلتوش اي حاجة يا حرام. ما هو اللي خايب، ما فيش شغلانة بيشتغلها ويعمر فيها ابدا، عكس اخوه شاطر وفلح في كل حاجة. يا ريت تسمعني كويس قوي يا بابا، وانا هجيبها لك كده من الاخر. انا مش هسيب الشقة دي لو على جثتي، فاهمين ولا لا؟ ولو مجد اخويا جه وطلب مني ان انا اسيب له شقته، انا اللي هخلص عليه بايديا. يا لهوي، هي حصلت يا ابراهيم؟ لا يا حبيبي، خد الشقة واقعد فيها ومحدش هيقدر يطلعك منها. وطبعا ابراهيم اخو جوزي كان عايز ياخد شقتي بوضع اليد، بس انا مسكتش وطلعت على بيت بابا على طول، وجبت كل فواتير اللي اشتريت بيها كل جهازي وقيمتي كمان، وطلعت على اسم الشرطة مع اخويا حامد اللي قال للظابط في مكتبه لو سمحت يا فندم، عايزين نقدم بلاغ في اخو جوز اختي وحماتها كمان. طيب يا استاذ، يا ريت تقول لنا ايه هو المحتوى بتاع البلاغ ده. وانا اللي بصيت للظابط وقلت له انا اتجوزت شهر واحد بس يا حضرة الظابط، وقفلت شقتي وسافرت، ولما رجعت من السفر لقيت اخو جوزي مستولى على شقتي ومتجوز فيها، واول ما شافني طردني من شقتي. وانا اللي طلعت كل فواتير جهازي من شنطتي وقايمتي كمان، وقلت للظابط ودي فواتير جهازي كله يا حضرة الظابط، وكمان قايمة عفشي عشان تتأكد حضرتك ان اللي في الشقة ده عفشي انا كله. والظابط اللي اخد قوة وطلع معايا على شقتي، واول ما خبطوا على الباب فتح ابراهيم وهو مصدوم وتنح وقال ايه ده، في ايه؟ انت جايبالي البوليس يا مفيدة لحد هنا؟ طيب اقسم بالله. وابراهيم قبل ما يكمل كلامه الظابط اللي زعق فيه وقال له اخرس يالا، مش عايز اسمع لك صوت، وجاوب على قد السؤال. هي الشقة اللي انت قاعد فيها دي شقتك انت؟ ايوه يا باشا شقتي، مش انا عايش فيها تبقى شقتي. والظابط اللي بص للعساكر وهو ماسك الفواتير والقايمة بتاعتي
وقال ادخل يا ابني انت وهو وشوفوا الحاجات اللي في الفواتير والقايمة دي مطابقة للمنقولات الموجودة في الشقة ولا لا. وفعلا العساكر دخلوا على الشقة جوه وحصروا كل العفش، وانا اللي دخلت شقتي وكنت واقفة في الصالة، وابراهيم اللي كان متوتر جدا وبيبصلي بكل غيظ، وجميلة اللي دخلت علينا وقالت ايه ده، هو في ايه يا ابراهيم، هو البوليس بيعمل ايه في شقتي؟ هو انت لسه لحد دلوقتي بتقولي شقتي؟ يا ريت تفوقي لنفسك بقى. انت عايزه ايه يا ست انتي؟ مش احنا لسه طاردينك امبارح من هنا؟ اللي رجعك تاني؟ يعني انتوا بتعترفوا ان انتوا طردتوها من شقتها امبارح، مش كده برضو؟ وفي الوقت ده دخل علينا واحد من العساكر وقال تمام يا فندم، المنقولات كلها الموجودة في الشقة مطابقة للفواتير والقايمة كمان. صدقتني يا فندم، مش انا قلتلك دي شقتي والحاجة دي حاجتي؟ والظابط اللي بص للعساكر وقال اقبض يا ابني عليه وسلمه لمدام شقتها. وجميلة اللي كانت واقفة بتصوت، وابراهيم اللي بيصرخ وبيقول سيبني انت وهو، انا ما عملتش اي حاجة، البيت ده كله على بعضه باسم ابويا وهي ملهاش اي حاجة في البيت ده. وانا اللي بقيت ابص على ابراهيم وانا فرحانة فيه، وحماية وحماتي اللي طلعوا على شقتي على صوت ابراهيم وقالوا هي حصلت يا بنت انت تجيبلنا البوليس لحد هنا؟ هو انت فاكره نفسك ايه ان انت كده خلاص هتاخدي الشقه وتقعدي فيها؟ تبقي بتحلمي. اسكتي يا ست انت ومش عايزه اسمع حسك، وقوليلنا هو انت حماتها مش كده برضو؟ ايوه حماتها يا حضره الظابط، كانت جوازة الندامه، كان يوم اسود لما جوزتها ابني يا باشا. والظابط اللي بص للعساكر وقال لهم اقبضوا عليها هي كمان وهاتوها على البوكس. وحماتي اللي بقت ترتعش من الخوف وتصوت وتقول يا لهوي، هتقبضوا عليا ليه يا باشا؟ هو انا كنت عملت حاجه؟ عشان تعرفي ان بنات الناس وحقهم مش لعبه في ايديكي يا ست انتي، ومش عشان جوزتيها ابنك يبقى بقت تحت رحمتك. والظابط اللي بصلي وقال لي مدام مفيده بكره تيجي على القسم عشان نقفل المحضر. والظابط اللي مشي مع العساكر بعد ما قبضوا على ابراهيم وحماتي، وراحت جميله بصت لحمايه وقالت له يعني ايه؟ يعني انا اتضحك عليا يا حمايه؟ ابنك اتجوزني وهو مفهمني ان مجدي هو اللي سايب له الشقه دي. ما انتي برضو واحدة غبية، بقى في اخ في الدنيا دي بيدي اخوه شقته ومفروشة من مجاميعه بالهدوم بتاع مراته كمان؟ وحماية اللي بصلي بكل حزن وقال لي بس ما كانش ينفع برضو يا مفيدة تبلغي البوليس يا بنتي؟ ما كنا اتكلمنا مع بعض ووصلنا الحل وجبتلك حقك لحد عندك. وانت ما جبتليش حقي ليه امبارح يا حماية؟ ما انا كنت واقفة قدامك لما حماتي وابراهيم طردوني من شقتي وانت ما عملتش اي حاجة. معلش بقى في الكلمة اللي هقولها لك يا حماية، انت ما بتقدرش على حماتي، وحقي ما كانش هيرجع غير بالطريقة دي. وحماية اللي اتصل على مجدي جوزي وحكاله على كل اللي حصل، عشان كده مجدي اللي رجع على مصر على اول طيارة، وتاني يوم لقيت باب شقتي بيخبط جامد، ولما فتحت لقيت مجدي واقف في وشي وكان متعصب جدا وقال لي ايه اللي انتي هببتيه امبارح ده؟ هي حصلت تسجني امي واخويا؟ وانا اللي ما ردتش على مجدي وسبت ودخلت على شقتي على جوه، ومجدي اللي دخل ورايا وانا اللي قلت له انت عرفت بقى اللي امك واخوك عملوه فيا، ولا انت جاي تزعق معايا وخلاص على اللي انا عملته وبس؟ عرفت كل حاجة يا مفيدة، هو بابا حكالي على كل اللي حصل وعارف ان هم غلطانين، بس مش معنى كده ان انت تسجنيهم. انت هتروحي دلوقتي اسم الشرطة وتتنازلي عن المحضر اللي انت عملتيه فيهم. انا ما عنديش مانع خالص يا مجدي ان انا اتنازل عن المحضر، بس مش قبل ما اخد حقي منهم وحاجات اللي اتنيلت وباظت هنا في الشقة. اتفضل بص بعينيك على الشقة بتاعتي، بقى هي دي شقتنا اللي انا عشت فيها شهر واحد بس. وانا موافق يا مفيدة ان انا ارجعلك كل حاجة في الشقة زي ما كانت واحسن كمان، بس تنزلي تتنازلي عن المحضر الاول. وانت شايف بقى يا مجدي ان ده هو الحل؟ وانت ذنبك ايه تدفع تمن عمايل اخوك وامك؟ ذنبي ان هم اهلي يا مفيدة وان انا اديتهم الامان. معلش انت حر في حقك تتنازل فيه، انما انا مش هتنازل عن حقي وطردهم ليا من شقتي. مفيدة انت كده هتكبري الموضوع زيادة عن اللزوم، احنا كده هنقف قصاد بعض وفي حارة سد كمان.
والله انت حر في نفسك بقى يا مجدي، يعني انا مش فارقه معاك لما امك واخوك طردوني في الشارع؟ وحماية وبسملة اللي طلعوا على شقتنا، وحماية اللي قال لنا اسمعوا يا ولاد، انا عارف ان اللي حصل ده كله غلط في غلط، وكمان انت يا مفيدة من حقك كل اللي انت عملتيه، وخصوصا ان هم طردوكي من شقتك. يعني انت يا بابا اللي بتقول كده؟ المفروض مفيدة قبل ما تعمل اي حاجة زي كده كانت تشاورني وتاخد رأيي. يا ابني الحق حق برضه، وابراهيم ما كانش عايز يسيب الشقة مهما حصل، واللي عملته مفيدة هو ده الصح. صح يا بابا، عندك حق، عشان ابراهيم يتربى وما ياخدش حاجة مش من حقه، ويعرف ان الدنيا مش سايبة ومش بالبلطجة. انا عارف ابراهيم اخويا كويس قوي ان كل اللي حصل معاه ده مش هيفرق معاه اي حاجة، اهم حاجة ان هو ياخد الشقة. بس امي ما ينفعش تتحبس. امك هي اللي كانت مقوية قلب ابراهيم على الغلط. اسمعني كويس قوي يا ابني، انا بعد كل اللي حصل ده رحت امبارح كتبت لك البيت ده كله باسمك بيع وشراء في الشهر العقاري، ده حقك برضو يا ابراهيم، ومحدش برضو ضامن عمره كده بقى، ولا امك ولا ابراهيم هيطمعوا في البيت ده تاني. والله يا بابا انا مش فارق معايا البيت خالص، انا كل اللي كنت بتمناه ان احنا نفضل كلنا كده عيلة كويسين مع بعض. انت قلبك ابيض قوي يا مجدي وطيب جدا، بس مش كل الناس بتفكر زيك كده. ومجدي اللي بصلي وقال لي مفيدة هتيجي معايا تتنازل عن المحضر ولا لسه عند رأيك؟ حاضر يا مجدي، عشان خاطركم انتم وبس هتنازل. وفعلا رحت على اسم الشرطة واتنزلت عن المحضر. وتاني يوم حماتي اللي كانت قاعدة في شقتها مع إبراهيم وحماية ومجدي كان قاعد معاهم، وحماتي اللي قالت اسمع بقى يا مجدي، انت لازم تطلق مراتك دي، وإلا أقسم بالله يبقى قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. ومين اللي قال لي يا ماما ان انا لازم اطيعك حتى في الغلط؟ ولا انت فاكره ان انت هتضغطي عليا بالكلمتين اللي انت قلتيهم دول؟ لا يا ماما، انا مش هطلق مراتي ست صيناني وما شفتش منها اي حاجه وحشه عشان اطلقها. يعني ايه الكلام ده يا مجدي؟ يعني انت عايز تخليها على ذمتك بعد ما حبست امك واخوك؟ وانت ليك عين تتكلم بعد كل اللي عملته يا ابراهيم؟ ده ايه البجاحة اللي انت فيها دي؟ يعني انت اخدت شقتي وعشت فيها 5 سنين من ورا ظهري، جرى ايه؟ مش مكسوف من نفسك بعد كل اللي عملته؟ واحد غيرك ما كانش رفع عيني فيا. وابراهيم اللي وقف قدام مجدي وقال له بكل بجاحة وفيها ايه يعني؟ ما هي الشقة كانت مقفولة، كان هيجرالها ايه؟ وكمان مش انت قلت ان انت هتبعت لي فلوس ابني شقتي، وبعد كده لحست كلامك ولا كأن في اي اتفاق ما بيننا؟ انا مرجعتش في كلامي ولا حاجة يا ابراهيم، بس انت قلتلي ان انت اتجوزت في شقة بابا وماما، وقلت لنفسي عادي مش لازم ابني لك الشقة، اخليك قاعد مع بابا وماما تونسهم، وخصوصا بعد ما بسملة اختي اتجوزت. خلاص واديني بقولها لك اهو، انا عايزك تبني لي شقة في البيت ده. وانت بقى بتؤمر وبتتأمر عليا بخيبة ايه؟ واحد زيك يحمد ربنا ان هو بره السجن دلوقتي. الله، ملك يا واد يا مجدي، شدت حيلك علينا كده ليه؟ ده بدل ما تتأسف على اللي عملته مراتي عملت الصح، انتوا كنتوا تستاهلوا اكتر من كده. واسمعني كويس قوي يا ابراهيم، يا ريت تشوف لك اي مكان غير بيتي تقعد فيه، فاهم ولا لا؟ لا معلش بقى يا مجدي، ده مش بيتك، ده بيت ابويا، يعني انا ليا حق فيه زيك بالظبط. لا يا ابراهيم، البيت ده بيت مجدي، هو اللي عمله بتعبه وشقاه وغربة السنين كمان. بقول لك ايه بقى يا بابا، بلاش الكلام اللي ما بيجيبش همه ده، عمله بشقاه وعمله بقفاه، انا ماليش فيه، انا كل اللي اعرفه ان انا ليا حق في البيت ده. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ابراهيم؟ هي بلطجة ولا ايه؟ لا يا سيدي، انت مالكش اي حق في البيت ده خالص، وعلى فكرة بقى ابوك كتب لي البيت ده كله باسم بيع وشراء. وابراهيم اللي بقى يزعق بصوت عالي وقال لا مش ممكن، انتوا عايزين تستغفروني وتدوني على قفايا ولا ايه؟ ده انا هدي البيت ده كله على دماغ الكل. ومجدي اللي وقف قدام ابراهيم وقعد يزعق ويقول له
إبراهيم، حسك عينك تعلي صوتك وأبوك موجود، وإذا كان على الصوت العالي أنا صوتي مفيش أعلى منه، فياريت تلم نفسك كده وبهدوء يا إبراهيم. خد مراتك وشوف لك أي مكان تقعد فيه غير هنا. وإبراهيم اللي كش وجاب ورا وقال: يعني إيه يا مجدي؟ هتطرد أخوك من بيتك؟ بقى دي أصول برضه؟ والأصول كانت فين يا إبراهيم لما طردت مراتي من شقتها وعملت اللي عملته معاها؟ أنا بجد مش عارفة اللي جرالك بس يا مجدي. بقى أنت ابني اللي كنت عامل زي القطة المغمضة وكنت بتخاف على زعلي تعمل كل اللي أنت بتعمله ده من عمايلك معايا يا ماما وقلبك القاسي عليا. وانتي من امتى بتخافي على زعلي يا ماما؟ انا كنت بعملك الف حساب وحساب وكنت بحترمك جدا، لكن انتي تدوسي عليا وتأكلي شقايا كله وتعبي لاخويا. خلاص يا مجدي يا ابني، حقك عليا يا ضنايا، سامحني، انا عرفت غلطتي خلاص ومعلش سامح اخوك. يعني انت يرضيك يترمي في الشارع هو ومراته وبنته؟ هيروح فين بس في نصاص الليالي؟ انا مليش دعوة يا ماما، هو راجل ولازم يعتمد على نفسه ويكفي بيته. انا من هنا ورايح شلت ايديا منه خالص. ومجدي اللي خلص كلامه وسابهم ومشي وطلع على فوق. اما بقى بسملة اللي وقفت قدامهم وقالت: عاجبكم اللي انتوا عملتوه ده؟ مبسوطين يعني انتوا الاتنين؟ ارتحتوا بعمايلكم اللي انتوا عملتوها دي؟ خلاص يا بسملة يا بنتي، ما تضايقيش نفسك، وانا ياما قلتلك يا ام مجدي بلاش تدلعي ابراهيم على حساب مجدي. لكن انتي عملتي ايه؟ عملتي ودن من طين ودن من عجين. وانت يا ابراهيم ياما قلتلك ونبهتك خليك راجل وقد المسؤولية واشتغل وفكك من شغل البلطجة بتاعك ده. بس اللي يفهم بقى. خلاص يا بابا، انا هتعدل وهتغير وهشتغل كمان، بس يا ريت تخلي مجد اخويا ما يطردنيش من البيت. انا ماليش دعوه باخوك يا ابني، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. وفعلا ابراهيم اللي اخد مراته وبنته ومشيوا من البيت وهو حاطط راسه في الارض، وحماتي اللي بقت تبصله بكل حزن وهي ساكته. ومجدي اللي طلع على شقتنا وقعد معايا في الأوضة وحكالي على كل اللي عمله مع إبراهيم وحماتي، وكمل كلامه وقال لي: تفتكري يا مفيدة أنا كنت قاسي معاهم؟ بالعكس يا مجدي، كل اللي انت عملته مع اخوك هو الصح. ابراهيم كان لازم يتحط تحت ضغط عشان يبقى راجل ويبقى قد المسؤولية، وإلا بقى كان هيفضل طول عمره يعتمد عليك في كل حاجة ويمص في دمك وكأنه حق مكتسب ومفروض عليك. طيب وأمي يا مفيدة، أنا مش عايزة أكون ابن عاق. لا يا مجدي، مين اللي قالك الكلام ده؟ أمك كانت محتاجة حد يفوقها ويردها تاني على الغلط اللي كانت بتعمله، وده حقها عليك يا مجدي. يومين كده وانزل صالحها وبوس ايديها وراسها كمان، وساعتها هتكون فاقت لنفسها وعرفت ان هي غلطت. معلش يا مفيدة، أنا عارف إن أنا ضايقتك كتير بالكلام اللي أنا قلتهولك لما رجعت من السفر. لا يا حبيبي، انا عمري ما ازعل منك ابدا، وانت برضو كان معاك حق في كل حاجة. انا كان لازم ارجع لك في الاول قبل ما اعمل معاهم اي حاجة، ودلوقتي عندي ليك خبر حلو. انا حامل يا مجدي. ومجدي اللي فرح جدا وخدني في حضنه وطبطب عليا وقال لي: وانا كمان يا حبيبتي عندي ليكي خبر حلو قوي. انا قررت مش هسافر تاني وهفضل مستقر في مصر. وانا الفرحة ما كانتش سيعاني، خلاص اخيرا هستقر في بيتي مع جوزي وولادي. وفي نهاية حكايتنا حابة اقول اننا ما ناخدش حق غيرنا، حتى لو غيرنا كان كريم معانا نشكره ونقدره على كرمه معانا، مش نفتكر ان هو حق مكتسب ونطمع فيه اكتر واكتر. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.